إخبار رياضية لا تفوتك اليوم. شهد اليوم الخميس 18 من يناير 2024 العديد من الإخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها جلسات مكثفة. صلاح يحفز لاعبي منتخب مصر لتحقيق الفوز على غانا، والجمعية العمومية للأولمبية تقرر استبعاد حطب وتكليف ياسر إدريس برئاسة اللجنة، والزمالك يخوض ميرانه الأول في الإمارات عصر اليوم الخميس. عقد محمد صلاح نجم وقائد المنتخب الوطني جلسات مكثفة مع اللاعبين طوال الساعات الماضية طالبهم فيها بمصالحة الجماهير وتحقيق الفوز على غانا لاستعادة التوازن واستكمال حلم التتويج باللقب الأفريقي. ويترقب الجمهور المصري مباراة منتخبي مصر وغانا ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام في كوت ديفوار وتستمر حتى 11 من فبراير المقبل. وهذه المواجهة بمعنويات منخفضة بعدما تعرض فريق غانا لخسارة غير متوقعة أمام الرأس الأخضر في الجولة الأولى، وتعادل منتخب مصر أمام موزمبيق في نفس الجولة، وهو الأمر الذي يجعل مواجهة المنتخبين مساء اليوم شرسة للغاية، خاصة وأن خسارة أي منهما قد يجعله خارج كأس أفريقيا مبكرا. وسيكون محمد صلاح لاعب المنتخب المصري أمام الوصول إلى رقم تاريخي إذا ما سجل في مباراة غانا المقبلة بالجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية 2023. تسجيل محمد صلاح لهدف واحد في اللقاء المنتظر سيجعله يعادل رقم أحمد حسن في قائمة هداف المنتخب ببطولة الأمم الأفريقية، كما سيكون أول لاعب في تاريخ مصر يسجل للفراعنة في 4 نسخ متتالية بكأس أفريقيا، مسجلا في نسخ 2017 و2019 و2021 و2023، ليصبح أول لاعب في تاريخ الفراعنة يحقق هذا الرقم التاريخي. وبهدف مباراة موزمبيق الماضية وصل محمد صلاح إلى الهدف السابع في كأس أفريقيا.